ديمقراطيه الراي ديكتاتوريه التنفيذ. فده بس عشان ايه الناس ما تقولش انتوا قلتوا كده وبعدين هتقولوا لنا ان تجاره دوليه. بيهتموا جدا بالحاجات اللي بتدخل فلوس للشركه، وبيركزوا جدا جدا على الحاجات اللي بتخرج فلوس من الشركه. كل الشغل البيروقراطي اللي بنقول عليه ممل هديه للذكاء الاصطناعي، اعمل لي كل الكلام ده. احيانا على فكره بالمناسبه ساعات بكون بتكلم مع حد على انه راجل يطلع في ميل او العكس. بتكشف بقى هل هو مورد سليم ومظبوط ولا عنده صحيح. شبهه فساد. فهي بتعتبر مراحل بتمشي فيها، حتى لو انت مش عارف بالظبط تقنيا ايه الموضوع، اسال نفسك الاسئله دي هتلاقي هتوصل باذن الله للقرار الصحيح. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست سبلاي تشين سيركل. ولو انت اول مره تتفرج علينا او تسمعنا، فده بودكاست متخصص في مجال سلاسل الامدادات والاقسام اللي حوالين سلاسل الامدادات. بقدمه معاكم عاطف عبد الفتاح وصديقي شادي الجاكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شادي. اهلا يا عاطف، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، فضل ونعمه. الحمد لله الحمد لله. احنا الحلقه النهارده هنتكلم عن حاجه تهم البيزنس اونر والستيك هولدرز اللي هم حمله الاسهم واصحاب الشركات. والحاجه دي بتاثر بشكل كبير جدا في الكاش، وتاثر بشكل كبير جدا في الفلوس اللي في الشركه. دايما اصحاب راس المال ودايما المديرين في الشركات بيهتموا جدا بالحاجات اللي بتدخل فلوس للشركه، وبيركزوا جدا جدا على الحاجات اللي بتخرج فلوس من الشركه اللي بتصرف. والقسم اللي هنتكلم عليه النهارده في السلاسل الامدادات هو قسم بيصرف، هو قسم المشتريات او بالانجليزي purchasing department، وكمان بيتقال عليه procurement او الاحتياجات. فده حلقه النهارده ان شاء الله، وانا مبسوط ان انت معايا النهارده يا شادي في الحلقه دي. حبيبي عاطف. اهلا بيك، ربنا الله يكرمك يا رب. يخليك. طيب خلينا نقول بقى القسم المشتريات، وده السؤال الاول الشهير اللي هو كلمه procurement وكلمه purchasing، وايه الفرق بين كلمه procurement اللي هي بالعربي احتياجات وpurchasing اللي هي بالعربي مشتريات. تمام. في البدايه خليني اقول لعاطف، انت قلت حاجه مهمه جدا جدا. اصحاب البيزنس او اصحاب الشركات والمشاركين واصحاب الاسهم وما الى ذلك، وكمان المديرين الفيرست لاين كده بيهمهم جدا جدا فكره التدفق النقدي. والتدفق النقدي حاجتين، يا اما كاش ان يا اما كاش اوت. فاكيد وطبيعي وما اقدرش اقول اظلمهم، يعني بيحب الكاش ان. البيزنس عايز يدخل فلوس، ومش عايز اقول بيكره، لكن زي ما انت قلتها كده نصا بيبقى عينه كده ايه مركزه جدا مع الكاش اوت، لان دي الفلوس اللي هتطلع. فتلاقي ايه عينه عليها. وادام بنقول فلوس هتطلع، فاكتر اداره تتحكم تقريبا ما يقرب من 80% من السبند اوت او مصروفات الشركه هي اداره المشتريات. فتلاقي دايما العين عليها كبيره جدا. فده مبدئيا كده ايه عشان نبقى عارفين اهميه حلقه النهارده واحنا بنتكلم في ايه في سلاسل الامداد. السؤال المشهور واللي بنسأله كلنا هو ايه الفرق ما بين البريكيورمنت والبيرشيزنج. زي ما انت قلت كده، البريكيورمنت هي الاحتياجات والبيرشيزنج هي المشتريات. يعني في فرق، في فرق. لكن عشان ابسطها اللي بيسمعونا او اول مره يخش في مجال سلاسل الامداد، البريكيورمنت تعتبر هي المظله الاكبر اللي بيبقى جواها البيرشيزنج. لان البيرشيزنج او المشتريات هي وظيفه بتظهر حتى في نقدر نقول مثلا نقول في الربع الاخير من البروسيس بتاعه الاحتياجات او بتاعه البريكيورمنت. بيبقى هو المرحله التنفيذيه اللي في الاخر، مرحله الشراء الفعليه واصدار اوامر التوريد ومتابعه الموردين. سواء بنشتري خامه او قطعه غيار او منتج، او بنشتري خدمه. يعني برضو عايزين نطلع من حته ان كل حاجه تبقى فيزيكال ملموسه. لا، انا ممكن اكون بتعاقد معاك انك تدي لي سيرفيس، تدي تريننج، فده اسمه تعاقد على خدمه هتقدمها لي. فالدور ده اللي بيعمله بتاع المشتريات. لكن لو هرجع بقى لورا شويه كده او اكبر بالسكيل شويه، ده بقى بنقول عليه البريكيورمنت، اللي بيبدا قصته من اول تحليل احتياجات البيزنس. فالموضوع حتى انا دايما بقولها للتيم عندي في المشتريات وحتى في الكورسات. انا يعني هقولها باللغه الدارجه بتاعتنا، انا مش عايزك تكون حد محولجي بيجي لك ريكويست بتطلع امر توريد. القصه مش كده، كان اي حد يعملها. لا، احنا الموضوع عندنا بيبقى اشمل شويه. لازم اعرف احتياجات البيزنس، هو فعلا الكلام ده انا عايزه ولا دي رفاهيه. لان احنا يمكن لما نتعمق شويه في الكلام هنعرف ان بيقابلنا مشكله من الاطراف الاخرى المعنيه اللي بتطلب مننا، ودي هنتطرق ليها. بس عشان ابسط الامور، البريكيورمنت او الاحتياجات هي المظله الاكبر اللي بيكون تحتيها المشتريات، وهي بتبقى نقدر نقول الربع الاخير من البروسيس.
تمام جدا، اشكرك يعني على البساطه في التوضيح. واحب برضو اكمل على كلامك، موضوع ان البروكيورمنت هي شامله كمان الجزء الاستراتيجي كمان اكتر من الجزء التنفيذي، صحيح. لانها شامله من الاول خالص احنا ناويين نشتغل بشكل عامل ازاي في الماركت مع السبلاير، لو في بوليسي معينه، لو في نيجوشيشن هتتم من الاول خالص، السبلاير ليست هنديفاينت ازاي، المشتريات هي بقى الايد فعلا اللي بتنفذ الكلام ده على ارض الواقع، وهي جزء اساسي. وفي شركات كتير جدا بتفصل ما بين الاثنين، يعني بيبقى بروكيورمنت قسم لوحده والمشتريات قسم لوحدها، وفي شركات لا، الاثنين بيكونوا تحت مظله واحده. وده صحيح. يدخلنا بقى في السؤال الثاني، واللي هو دورة المشتريات اللي هي purchasing cycle. دورة المشتريات برضو عايزين نبسطها، برضو مش عايزين نخش في تفاصيل كتير، بس عموما في الشركات لما حد بيجي شغال في قسم المشتريات، دورته الطبيعية بتبقى عاملة ازاي؟ دورة عمله في قسم المشتريات بتنفذ ازاي؟ حلو جدا. بحب ابدا دايما لما اجي اتكلم على السايكل بحته كده بقولها بشكل كوميدي حتى. عارف اللي بنقول ديمقراطيه الراي ديكتاتوريه التنفيذ. هي عندي هنا في السايكل. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني انا دايما بقول في الشركه عندي من حق اي حد في الشركه يعمل بيرشيز ريكويست. من حق اي حد انه يطلب عادي جدا. ايه المشكله انك تطلب؟ بس انفذ ولا ما انفذش دي بقى بتاعتي انا بقى. فعشان كده بتبدا الدوره فعلا او السايكل عندي في اداره المشتريات من البيرشيز ريكويست، اللي هو طلب حاجه زي ما قلنا، سواء خامه، قطعه غيار، منتج تام او سيرفيس. احنا بنشتغل في كل الانواع. بتجيلي القصه دي عندي في اداره البريكيورمنت. بنبدا نعمل عليها شويه اناليسز معينه، مش عايز اخش في الحته دي تفاصيلها قوي، لكن همشي سايكل سريعه جدا. بنبدا بقى ندور على كل الموردين اللي ممكن يقدموا لي الحاجه دي، سواء زي ما قلنا منتج او خامه او حاجه فيزيكال او سيرفيس. بنعمل زي ما نقول كده سكان للسوق. بيبقى عندي حاجه اسمها سبلاير ليست او فيندور ليست، بتكون ابروفد متفق عليها او متوافق عليها، يعني موردين معينين. فببص على الموردين اللي بيقدموا لي السيرفيس دي، مثلا لو هنتكلم على سيرفيس، ونبدا نجيب الناس دي او نبعت لهم حاجه اسمها الار اف كيو ريكويست فور كوتيشن، اللي هو طلب عروض اسعار. بيبعتوا لي بقى الاسعار، طبعا ليها طرق واشكال ممكن نتكلم عنها برضو قدام شويه. بتجيلي ببدا انا اعمل شويه اجراءات عليها، ان انا بفحصها الاول او بعمل مقارنات فنيه الاول. ودي لازم تبقى قبل المقارنه الماليه، لان لو هي اصلا فنيا مرفوضه اكيد مش هكمل بقى واخش في الفلوس واتفاوض وما الى ذلك. بنبقى كانها فلتر مبدئي، بنطلع ناس بيترفضوا، في ناس بيتقبلوا. بعد كده بنخش بقى في المقارنه الماليه. بعد كده بنخش في مرحله التفاوض، ومن ثم اختيار المورد او مقدم الخدمه الانسب للبيزنس اللي انا عايزه، اللي هيدي لي البيست فاليو. ويمكن دي انا عايز اطول فيها شويه، اتفضل. لان زمان كانوا بيتبعوا دايما فكره اللوست برايس، الاقل سعرا. والابروتش ده او المنهجيه دي قد ايه خسرت شركات كتير. ويمكن في القطاع العام دايما بيتجهوا للحته دي اكتر شويه، لان بيكون الموظف عنده تخوف من المساءله القانونيه، انت رحت لده ليه بدل ده في واحد ارخص من التاني، عشان هو بيتجه بفكره اللوست برايس. دلوقتي في اوروبا اصلا تم اعتماد رسميا التعامل بالبيست فاليو، الافضل قيمه. فكلمه الافضل قيمه لا تعني بالاخص الاقل سعرا، لا، هي باكج. هي حاجه تشمل حاجات كتير، من ضمنها طبعا السعر، لكن في ده معاها طبعا الكواليتي، جوده الحاجه اللي هيقدمها لي. داخل فيها كمان طرق الدفع. انا خد بالك، ويمكن لما نطول شويه اكتر ونخش في التفاوض، احيانا بيكون التفاوض كله مرمي في حته الطرق الدفع. فدي من ضمن الباكج. المهم عشان ما نطولش قوي في الجزئيه دي، فبنروح للبيست فاليو. فبختار هذا المورد او هذا مقدم الخدمه، وببدا اصدر له امر توريد او بكتب معاه عقد حسب طبيعه الحاجه اللي انا هجيبها منه، لو صغيره ولا كبيره. ومن ثم بتيجي بقى دور المشتريات بقى التنفيذي، اللي بيتابع المورد لحد ما يقدم لي السيرفيس، واقيم السيرفيس اللي قدمها، او اقيم الحاجه اللي اشتريتها منه. وكمان بعمل ايفالويشن للبروسيس كلها. لازم اقيم البروسيس كلها، يعني عندي تقييم للموردين وعندي تقييم للبروسيس كلها. هل احنا مشينا صح؟ هل ده كان احسن عرض؟ هل انا ضيعت على نفسي فرص تانية كانت افضل؟ هل كان ممكن ما اشتريهاش؟ ودي يمكن نتكلم عنها كمان شويه، نوضحها. لكن ده انا حاولت ابسطها قوي، فكره السايكل او الدوره بتاعه المشتريات. تمام، يبقى احنا كده افهم من كلامك ان الموضوع بيبدا بالريكوست، او اللي هو البيرشيز ريكوست، امر الشراء، الاول حد عايز يشتري حاجه، طلب الشراء.
وبينتهي خالص ان احنا وردنا ودفعنا للمورد الايه الفلوس بتاعته او حسب الاتفاقيات اللي ما بيننا. صحيح، الله ينور عليك. انا نسيت اقفل الحته اللي في الاخر اللي هي الدفع طبعا. الله تمام. ينور عليك. فكده خلاص دفعنا للمورد وقفلنا معاه القصه دي. طب هرجع لنقطه التفاوض لان ديت مهاره مهمه جدا لقسم المشتريات، النيجوشيشن سكيلز ومهارات التفاوض. قد ايه الموضوع ده بيفرق من واحد لواحد في قسم المشتريات، وليه المهاره دي من المهارات الاساسيه اللي اشتغل في قسم المشتريات؟ صحيح. وزي ما انت قلت هي مهاره. امم فالمهاره دي ليها شقين. في مهاره موجوده بالفطره عندك، ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، وفي مهاره مكتسبه. فلو احنا بنتكلم في المهاره اللي اوريدي موجوده عندك وربنا خلق بيها، زي لعيب الكوره كده، زي ميسي كده، تحس ايه ربنا مديله مهارات طبيعي جواه. في ناس تانية هتعطل، مش هتتقدم شغل، هيفضل خلاص الناس دي هي بس الليدرز وهم اللي بيتحكموا في الإدارة. لا، لازم يبقى عندي دايما تشالنج أو تحدي للناس التانية. زي بقول كريستيانو رونالدو بيشتغل على نفسه، بيتطور من إمكانياته البدنية والمهارية عشان يقدر يواكب حد زي ميسي وينافسه. فإذا ما كنتش أنت من الناس اللي عندها المهارة دي، ما تزعلش وما تقلقش، في سكيلز ممكن تتعلمها. عشان كده دايما بقول في مهاره التفاوض هي موجوده، بتحس كده بالفطره عند كل الفيميلز. يعني والداتنا، امهاتنا العظام، زوجاتنا الكرام، اخواتنا البنات، بتحس كده سبحان الله عندهم المهاره دي باي ديفولت، مولودين بيها. فهنسيبهم هم بقى يبقوا ليدر ونسكت ولا ايه؟ لا، مش هنسكت طبعا. فاحنا بنتكلم على سكيلز ومهارات نتعلمها. بس قبل ما اتكلم عن مهارات، لازم الاول عشان تعرف تتفاوض صح، لان هي بتبقى عامله زي باتل، او مش عايز معركه، اقول مصطلح معركه عشان لعبه، جيم. جيم، اتنين جيم. بيلعبوا بعض. مم. فانت عشان تكسب اللي قدامك، لو انت بتلعب حتى فيديو جيم، لازم تبقى عارف هو شاطر في ايه، قوي في ايه، وايه نقاط ضعفه، عشان هتهاجمه اكيد من نقاط ضعفه. وعايز الناس تبقى فاهمه كلمه هجوم مش معناه معركه خناقه يعني، لا انا قصدي ازاي هعرف اكسب في التفاوض ده. استراتيجيه في استراتيجيه، الله ينور عليك. مم. فدي اول حاجه، انت لازم تبقى عارف البوزيشن بتاعك. وانا هنا لا اعني البوزيشن التايتل الوظيفي بتاع حضرتك، لا انا اعني قوه شركتك في السوق، اسمها في السوق. لان دي بالامانه بتكون من اكبر الحاجات اللي بتؤثر يا اما بالايجاب يا اما بالسلب. لو شركتك سمعتها في السوق والتزاماتها مع الموردين قويه جدا، شركتك من الشركات اللي بتشتري مثلا حاجه معينه، خامه معينه بشكل كبير، ليها استهلاك عالي، خامه داخل عندها في الاوبريشن، فعندها استهلاك شبه دوري، فدي ليها ثقلها وسمعتها في السوق. فدي بتسهل عليك كتير جدا في التفاوض. وانت داخل انت عارف انت بتتكلم بشركه اسم اكس مثلا، فانت اوريدي في سلمتين ثلاثه انت سابقهم. دي حاجه. لكن لو العكس لا قدر الله، بتبقى هنا العاتق كله بيجي على كتفك انت كانسان. في مهارات التفاوض ازاي تقدر تخلي السمعه او الوضع الضعيف شويه ده بتاع شركتك مش ظاهر في التفاوض. لازم يبقى في حاجات تانية. فهنا في تاكتكس كتير، ممكن اقول لك 11 12 تاكتكس على فكره، لكن خلينا نتكلم عن حاجات كده سيمبل نتكلم فيها. مبدئيا، اول نصيحه دايما بنصحها في التفاوض، ما تبقاش اول واحد بيتكلم. احنا لو في سبلاير هيتفرجوا علينا كده هنكتشف. فانت ما تتكلمش اول حاجه، سيبه دايما هو اللي يتكلم الاول. خلي كلامك مقتضب جدا وقليل. ليه؟ ان الكلام الكتير ممكن يبدا يخليك تغلط في النص وتقول معلومه ما كانش ينفع تقولها، فتبدا تضعف موقفك. خليه هو يتكلم. استعمل معاه اسلوب الاسئله بتاعت يس اور نو، يعني اجابتها اه او لا. طب لو مورد جديد، اتبع معاه فكره البريكنج ايس، اكسر الجليد اللي بينك وبينه وقول له ايه اخبار الدنيا، السوق عامل ايه. فممكن تلاقيه يعني فك زي ما بقول كده معاك كده وخد راحته، فيقول لك والله الوضع صعب والمبيعات مش احسن حاجه، فبدا يدي لك انديكيشن كده، لمبه تنور، ده في مشكله عنده في البيع. طب دي فرصه ان انا ابدا اتكلم معاه ان انا هعمل معاك ديل، بس هتبدا تراعيني بقى سعر وما الى ذلك. حاجه مهمه جدا بنقولها في التفاوض، لازم تبقى حاطط اهداف قبل ما تروح واولويات. لو انت داخل التفاوض كده بدون ما تكون انت مرتب ورقك وحاطط اولوياتك، انت ممكن عايز اقولها بلغه الكوره، تتاخد او تترقص في مكان غلط. يعني انت رحت في حته مش بتاعتك. مم. انا كنت اصلا داخل اتفاوض على سعر، راح هو مكلمني في طرق الدفع، او العكس، انا كنت اصلا داخل عايز اعرف اخد احسن طرق دفع، فهو يجيبني في حته السعر ويضحك عليا، وانسى نفسي واروح معاه واطلع بسعر انا كنت اقوله له. بعد ما اخلص التفاوض، ايه ده، انا نسيت ده، انا اصلا عايز ادفع بطريقه معينه، هو اداني السعر قليل بس انا عندي اصلا مشكله في الكاش فعايز ادفع اجل. فلازم تكون مرتب كويس جدا قبل ما تخش التفاوض. من ضمن الحاجات اللي بقولها، حاول بالذات في التفاوض الكبير، لو هو معمول على هيئه ميتنج
فيس تو فيس كده، في هو زارني او انا زرته في محل شركته، خد تيم معاك، مش لوحدك. ما تبقاش لوحدك. مم. وسلكت تختار مين اللي معاك. بتلاقي دايما اكيد سبحان الله في تنوع عندنا كلنا، واحد تلاقيه شاطر فنيا، واحد تلاقيه شاطر في الكلام في الفلوس والتفاوض، واحد شاطر في الاوراق والبنوك وما الى ذلك. فخد التيم، مفيش مشكله انك تاخد معاك حد من القطاع الفني طالما بنتكلم فنيا اكتر. يعني ممكن التفاوض على فكره ده يتعمل زي كده الملاكمه كذا جوله. ففي جوله مش عايز اقول نتخانق فيها، بنتفاوض فيها في الحته الفنيه، خلصناها بنشكر الراجل القطاع الفني لان مفترض ان الاجزاء الماليه مش يعني ما بيشاركش فيها. نبدا نخش بقى في المرحله اللي بعديها، الاسعار، الطرق الدفع وما الى ذلك. ففي سكيلز كتيره، لكن انا بطمن الناس تقدر تكتسبها، والاكتساب ده من خلال المذاكره وممكن بودكاست طبعا والكورسات والممارسه، دي اهم حاجه. مارس التفاوض، روح مع مديرك، احضر شوفه بيتفاوض ازاي، هتبدا تكتسب الحاجات دي. بس الاهم عامل زي السواقه، لازم تمارس المفاوضات من وقت للتاني عشان ما تنساش اللي انت اتعلمته. حاجه جميله قالها لي احد المديرين السابقين في موضوع التفاوض ده. فكان بيقول ان من التركات البسيطه الحلوه ان انت بتتفاوض مع مثلا طرف اخر، حاول تكونوا في العدد اكتر من بعض، اكتر منهم. يعني مثلا هو المورد جاي هو معاه واحد، فانت بتتفاوض معاه خليكوا انتوا 3 مثلا، هما كانوا 2 وانتوا 3. لو هما 3 خليكوا 4. بيقول لك نفسيا الحضور الاكتر بيعمل باور كده، انفلونس او تاثير على الطرف الاخر. صحيح. كان بيقول لي حتى لو هيحضر واحد موجود هيبقى صامت بس ما بيتكلمش، بس وجود العدد نفسه بيدي امباكت او تاثير نفسي مختلف. فطبعا في تريكات كتيره جدا، في كتب كتيره جدا على صحيح. التفاوض، من ضمنها لو دونت سبليت ذا ديفرنس، برضه ده كتاب جميل قوي بيتكلم على التفاوض. وبس انت صراحه اسهبت ما شاء الله يعني، واتكلمت بشكل هايل يعني في موضوع حبيبي التفاوض عاطف. ده. طب انا هاخدك لنقطه انت كنت قلتها في الدوره بتاعت المشتريات، لما كنت قلت هل اصلا اشتريها ولا ما اشتريهاش. فاعتقد انت كان هنا قصدك الميك اور باي، او اللي هو نشتري ولا نصنع. وده بالظبط. طبعا قرار مهم جدا، والشركات بتناقشه بشكل مستمر فيه. فاحنا لو حد مش فاميليار قوي او مش عنده معلومات كافيه عن موضوع الميك اور باي ده، وعايزين نفهمه يعني ايه كلمه ميك اور باي او اشتري او اصنع، ده يعني ايه المفهوم ده، عباره عن ايه؟ عظيم جدا. يعني زي ما انت قلت كده، هو اصلا يعتبر قرار استراتيجي يعني، ومفترض بيكون متفق عليه، وطبعا بيتم تعديله من حاله لاخرى او من كيس لاخرى. طب ايه ميك اور باي؟ ميك يعني هصنع ان هاوس، هصنع الحاجه عندي، لو انا مصنع وعندي امكانيه ان انا اعمل حاجه بصنعها. باي طبعا اشتري. اخونا بيتر دراكر قال جمله جميله جدا جدا، بيقول لك ايه: do what you do best and outsource the rest. يعني ايه؟ اللي انت بتعرف تعمله اعمله انت، واللي بره الكور بتاعك او انت مش متميز فيه اشتريه. خلي الاوت سورسنج للحاجات اللي مش هي الكور بيزنس بتاعك. في كورسات كتير بتتكلم على الجزئيه دي، ممكن الخصها في 4 خطوات، او هنقول 4 اسئله كانها كويشنير كده، بتوصلك للقرار لو انت ما عندكش الاكسبيرينس لسه او الخبره ازاي تاخد القرار ده. سيبس بسطتها لنا في 4 خطوات او 4 اسئله. هي سيبس بس عشان اوضح الناس دي عباره عن ايه. يعني احنا كده هنعمل اعلان بس. مش اعلان بس، ده انترناشونال سيرتيفيكت سيرتيفيكت في في قسم المشتريات، عشان بس بالظبط. نوضح، عشان بس حد يقول لك سيبس بيقولوا مين سيبس دول. صح كلامك. تمام. يعني عشان لو حد برضو دي تعتبر كانها ريفرنس، يعني ده شهاده ريفرنس لو عالميه في قسم المشتريات. بالظبط، وليها اوكي. كذا ليفل طبعا. كذا من مستوى. الشهادات الجيده طبعا في مجال المشتريات. تمام. طيب نرجع للميك اور باي. احنا عندنا زي ما قلنا 4 خطوات او 4 اسئله، سميها زي ما تسميها، مهم تعملها ازاي. السؤال الاول نفسك اساله: هو الحاجه دي انا اقدر اعمل لها الديزاين بتاعها؟ لو انا عايز اصممها اصنعها انا تصميم. اعمل ديزاين التصميم بتاعها. مهم. لو يبقى لسه عندي الاوبشن ميك اور باي. مم. لو لا يبقى خلاص باي، انا مش عارف اعمل ديزاين، فخلاص هي اتقفلت من مش عارف الاول. اصممها اصلا من الاول. كاننا مم. هنقول فلاتر، ده مم. الفلتر رقم 1. مم. الفلتر التاني: طيب انا بعرف اعمل ديزاين، هل اقدر بقى اصنعها؟ لو يبقى ما زال عندي الاوبشن ميك اور باي، لو لا بقيت باي. مم. طب بعرف اصنعها، هل الامباكت بتاعها في البيزنس هيفيد وهيوفر ليا ولا مش فارقه؟ لو يبقى ميك، لو لا استيل عندي التو اوبشن او ذا سيم، يعني فيها تعادل. اخر بقى سؤال وده المهم جدا: هل دي تعتبر النو هاو بتاعك؟ مم. يعني ده سر من اسرار الصناعه بتاعتك.
لو ده سر طبعا يبقى خلاص لا. ميك صنعها عندك، لو لا يبقى باي. فهي بتعتبر مراحل بتمشي فيها، حتى لو انت مش عارف بالظبط تقنيا ايه الموضوع، اسال نفسك الاسئله دي هتلاقي هتوصل باذن الله للقرار الصحيح. المهم بالنسبه لي حاجتين: اولا حته النو هاو بتاعي اكون بحافظ عليه، ان ده سر من اسرار الشركه. الحاجه الثانيه التوتال كوست، التكلفه الاجماليه. احنا عندنا المستهدف الرئيسي في اداره سلاسل الامداد طبعا الحفاظ على الجوده والكاستمر ساتسفاكشن او رضاء العميل، لكن لازم اكون بحافظ او بوفر في التكاليف. فلازم نظرتي للتكلفه الاجماليه. ودايما انا بقول البس نظاره بكذا عدسه، ما تبقاش شايف الحته بتاعتك بس. انت ممكن توفر فعلا في الحته دي، بس انت عارف مردود التوفير ده في مجال تاني او سوري في اداره تانية ممكن يعمل ايه؟ ممكن يضرب التكلفه بالدبل بالضعف. فلازم تبقى شايف بكذا وضع. وعشان كده احنا بنقول لازم يبقى في امبريلا اللي هي السبلاي تشين او سلاسل الامداد، عشان لو مدير المشتريات واخد قرار معين لازم مدير السلاسل الامداد يتاكد ان القرار ده مش هيعمل مشكله مثلا في المخازن او مشكله في التخطيط او مشكله مع الاوبريشن في التصنيع. مثلا لو بنتكلم على البرودكشن او التصنيع لازم ابقى شايف كل الاجراءات دي عشان اخد المينيمم توتال كوست او اقل تكلفه اجماليه. تمام جدا. اعتقد النقطه دي وضحت جدا، موضوع ان انا اشتري امتى واصنع امتى. فشكرا يا شادي. وده ياخدنا بقى النقطه اللي بعد كده، وهي علاقه المشتريات بالتجاره الخارجيه او انترناشونال تريدينج. لاني محدش بيشتري من البلد اللي هو فيها بس، حتى البلاد الاوروبيه وفي امريكا وغيرها. صحيح. دايما بيحصل تبادل تجاري ما بين البلاد وبعضها، والشركه بتوفر اجزاء من الحاجه اللي بتصنعها من البلد اللي هي فيها، وبتستورد حاجات من بلاد اخرى. صحيح. فاللينك ده بقى بيبقى عباره عن ازاي، او الرابط هنا بيكون عباره عن ايه؟ طيب عشان ما نخرجش عن المستهدف اللي احنا بنحاول نعمقه بالذات في الدول العربية، ان احنا عايزين لوكالايز على قد ما نقدر. احنا الافضل بالنسبة لي ان اوجد بديل محلي يديني نفس الجودة ويديني تكاليف طبعا اقل، او بحد اقصى تكون تكاليف اللي بره، بس على الاقل هيوفر لي فكرة الليد تايم مثلا. فده بس عشان ايه الناس ما تقولش انتوا قلتوا كده وبعدين هتقولوا لنا التجارة دولية. ده الهدف الاساسي نحاول نعمله. لكن طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله. في حاجات انت مش هتقدر تعملها لوكالايزد او مش هتقدر تعملها في الوقت الحالي هنتكلم دلوقتي. هتحتاج لموردين خارجيين سواء من اوروبا، من الصين، من الهند، من امريكا. فاذا اصبح في حاجه اسمها تجاره دوليه. بقى في واحد بيشتري وواحد بيبيع. اللي بيشتري مثلا في قاره افريقيا لو بنقول مثلا مصر، واللي بيبيع مثلا ليتس سي في الصين، بما ان الصين يعني هي الاشهر وبنقول عليها مصنع العالم. طيب انت بتتكلم مع واحد بثقافة تانية مختلفة تماما عنك، بلغة تانية، بمعتقدات مختلفة، بفرق توقيت كبير بالسبع والثمان ساعات. ازاي اقدر انا وهو نتواصل وفي النهاية ممكن ما نشوفش بعض خالص ولا اعرف شكله؟ احيانا على فكرة بالمناسبة ساعات بكون بكلم مع حد على انه راجل يطلع في ميل او العكس، ما بقاش عارف الا ان يحصل بقى ايه مثلا زوم ميتنج، فابدا اعرف ان هو راجل او ست مثلا. ده من ضمن الحاجات يعني اللي بتقابلني ساعات. فازاي اقدر انا بقى بتكلم مع حد لا شايفه ولا عارف طباعه ولا دنيته وهجيب منه منتج في بلدي، وبتكلم مثلا زي ما قلنا الصين. هنا بقى بيجي دور بقى الاجراءات او الاس او بي، الستاندرد اوبريشن بروسيدر بتاعه المشتريات، وخاصه اللي بتتكلم في الجزء بتاع التجاره الخارجيه. لان عشان نكون واضحين وامناء، ويمكن دايما الكلام في المشتريات بنحتاج نكون اجرأ شويه في كلامنا. لان انت بتتكلم في فلوس طالعه. الفلوس اللي طالعه دي ممكن لا قدر الله يحصل فيها عمليه غش او نصب. بوضوح كده هو بتكلم ممكن يتنصب عليك. فانت لازم تعمل كل الاجراءات اللي تامن شركتك ان انت اللي بتتكلم معاه ده او تشتري منه ده ضامن البضاعه دي تيجي لحد بلدك. جت من هنا بقى القوانين الدوليه. القوانين الدوليه فيها حاجات كتير، لكن ممكن اتطرق للاشهر في الانكو تيرمز. الانكو تيرمز اختصار International Commercial Terms، بنود التجاره الدوليه. بنود التجاره الدوليه دي عباره عن 3 حروف متعارف عليها عالميا ودوليا ما بين كل الناس في اي حته في الدنيا. لغه مشتركه. لغه مشتركه. وهنا زي ما نقول كده انا لو اتفقت معاك على انكو تيرم وانت طلعت مش عارفه، ده مش ذنبي، دي مشكلتك. هتتحمل المخاطر والتكاليف اللي تنتج عنها. ويمكن عندي قصه دي ممكن اقولها في الاخر فعلا. في 2020 ايام الكورونا. فالانكو تيرم دي عباره عن 3 حروف بيتبعها ديستنيشن، مكان. المكان ده ممكن يكون اول نقطه اللي هي عند المخزن بتاع المورد،
وصولا لاخر نقطه اللي هي مخزن شركتي. جواهم او ما بينهم 11 انكو تيرم، منهم 4 انكو تيرمز متخصصه بالبحر فقط، النقل البحري. ان شاء الله هنتكلم في حلقه تانية عن الترانسبورتيشن، لوجيستكس بس ايه والترانسبورتيشن. سريعا جدا، في عندي وسيله نقل اللي هي البحر، فعندي 4 انكو تيرمز متخصصين بس بالحته دي لان هي اكثر استخداما. الباقي ينفع يشتغل مع اي حاجه. طيب الانكو تيرمز دي بتجاوبني على اهم سؤالين ما بين الطرفين البائع والشاري. ايه هما السؤالين؟ المخاطر والتكاليف على مين لحد فين، او سوري انا اسف، المخاطر والالتزامات على مين لحد فين، والتكاليف على مين لحد فين. وعلى فكره مش شرط الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض، ممكن التكاليف تسيب المخاطر قبل ما المخاطر، يعني المخاطر تكمل لحد المينا عندي في مصر، والتكاليف تبقى واقفه عند المينا عند السبلاير في بلده. فما فيش شرط بيقول لي ان التكلفه والمخاطر يمشوا باراليل للنهايه، ممكن واحده تسيب الثانيه. يعني كل واحده بتتحدد لوحدها. يعني بالظبط. ممكن نتكلم على المخاطر لوحدها، اللي هو موضوع في الاخر التامين طبعا بيكفر ايه، والنقطه التانية موضوع الدليفري بقى نفسه او التسليم نفسه بيكون ماشي ازاي. دول خطين ماشيين متوازيين بس مش شرط يكونوا، بيوصلوا نفس النقطه مع مش بعض. شرط نفس النقطه. ممكن بالظبط ده كده. لحد مثلا عندك، ولكن النقل لحد نقطه معينه، بالظبط او ممكن العكس، بالظبط. يبقى النقل لحد عندك والمخاطر لحد نقطه معينه، وده الاغلب. وعلى حسب بقى الاتفاق طبعا. الله ينور عليك، بالظبط جدا. يعني مم. زي مثلا اختصارا سريع جدا حاجه اسمها CIF. مم. دي معناها ان السبلاير او المورد هيورد لي البضاعه لحد مينا عندي، تمام. والتكاليف كلها عليه، من ضمنها تكاليف التامين. تامين. ولكن الريسك بينتهي او المخاطره بتاعه المورد بتنتهي عند تحميل السفينه في مينا دولته. يعني لا عنده قدر هو. الله في دولته هو لو حصل حاجه في الطريق بتاعتك انت. في شركه تامين وكل حاجه، مم. بس مين اللي هيجري وراها؟ انت انت. كشاري. مم. البايع خلاص انتهى دوره تماما، وكل المخاطر هتبقى على حضرتك. تمام. في النهايه في قانون بيلزم الطرفين، ودي افضل حاجه في الموضوع، ان ما يبقاش موجود للاجتهادات الشخصيه، لا، في قانون دولي بيني وبينك لازم نتبعه. وحاجه مهمه جدا بحب اقولها في الانكو تيرمز دايما، الانكو تيرمز يا جماعه مش عقد مم. اطلاقا. يعني ما ينفعش اشيل العقد واقول انا هشتغل بالانكو تيرم، لا 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 خالص، لان الانكو تيرم ملوش علاقه بطبيعه المنتج ايه، ولا سعر المنتج ايه، مش بتاعته هو. ولو المصنع لو اتاخرت البضاعه ملوش دعوه، هو كل دوره انا هنقل من فين لحد فين، التكلفه على مين والريسك على مين. هو بتنظم الامور دي بس بس تنظيم. بتوفر لي صفحه لصفحتين في العقد على فكره. يعني الانكو مجرد تيرم ما ده تحط الحرفين داتا دول، 3 بالظبط حروف دول، خلاص. خلاص مم. ظبطت لي الامور. مم. فدي مهمه جدا، ما ينفعش حضرتك تبقى شغال مشتريات خارجيه فبتتعامل بالتجاره الدوليه وما تكونش عارف الانكو تيرم. دي مانداتوري، لازم تتعلمها. طب اتعلمها ازاي؟ بص يعني هي في طرق كتير. مم. اولا الاجابه دايما الثابته عندي ان لازم تكون حضرتك بتمارس الحاجه دي. مم. طبعا الكورسات والبودكاست والحاجات دي لطيفه ومهمه جدا، وبتسهل لي او بتاثر لي المسافه زي ما بيقول. مم. ودايما بقول ايه، المعلومات موجوده في كل حته، خش على الانترنت على جوجل هتجيبها. لكن ممكن كورس او بودكاست يجمع لك المعلومات دي ويربطها لك فينططك خطوتين 3. مم. طب نطينا الخطوتين 3، لا تعالى البراكتس بقى، لازم حضرتك تبدا تمارس الكلام ده. طبعا انا مثلا كمسؤول عن سلاسل امداد، ويمكن بتكلم على كيس حاليه، عندي تيم بمرنهم في المشتريات الخارجيه، انا ماشي معاهم ستيب باي ستيب، بيتفرجوا بالبلدي كده وبالعربي، يتفرجوا عليا بعمل ايه، وبشركهم دايما في الايميلز. يمكن قالب الايه انا اللي بحطهم هم في CC، مم. انا اللي ببعت الايميل وانا عشان اللي بريد يلاحظوا ويشوفوا. وهم بيتفرجوا. في الواتساب مثلا جروب، ساعات بنستخدم واتساب جروب عشان اتابع البضاعه مثلا لما تخلص مع السبلاير والتيم اللي معاه، فبحطهم معايا في الواتساب جروب. في الاول بقول له انا عايزك تتفرج واطلع لي بالملاحظات وتعالى لي بالاسئله بتاعتك، مم. وقول لي انت فهمت ايه وخدت بالك من ايه وايه الحاجات اللي لسه مش واضحه معاك. مره في التانية بيبدا هو ايه، يلا انت هتاخد الكيس دي، بس انا موجود معاك خطوه بخطوه في الايميلز، وانت بتتواصل مع السبلاير انا موجود كاني بتفرج، او كاني عشان مديرك، عشان موقفك قدام السبلاير. لكن في حقيقه الامر انا ماشي معاك خطوه بخطوه، عملنا ايه النهارده، هتقول له المره دي كذا. دي حاجه لا تعيبه وما تزعلنيش، لان ده انا في يوم من الايام ده اتعمل معايا واتعلمت واستفدت من الخبره اللي قبلي. فهي تشين برضه، هي سلسله ولازم كلنا نحافظ على الكلام ده. ويبقى فيه، يمكن هطلع بره شويه الموضوع، لازم يبقى عندك سكسسور، لازم يكون في خليفه. الرجل مم. الثاني لازم. مم.
بص عليها من كذا جهه. لو هنتكلم من الناحيه المجتمعيه، وزي ما اتكلمنا في ديننا وتوجهات الديانات السماويه كلها، لازم يكون في احسان. انت لازم تعلم حد، ده رقم واحد. 2، طب انا كانسان كمدير محتاج في وقت من الاوقات اطلع اجازه. طب انا هطلع اجازه ازاي وانا مفيش واحد يقدر Delegate. يعمل الفانكشن بتاعتي؟ واحد مفوض مثلا. بالظبط، لازم اعمل له ديليجيشن، اعمل له تفويض. انت في الفتره دي، وبيبقى ايميل رسمي على فكره، انا الفتره دي في اجازه، فالشخص الفلاني او الاستاذه الفلانيه هي ديليجيتد لكل التاسك بتاعتي. ممكن اعمل على فكره ديليجيشن 3 4، كل واحد ياخد فانكشن معينه، فما فيش مشكله. ودي حاجه حلوه. ولازم تعمل روتيشن من وقت تاني، مش سريع طبعا، الناس تلف يعني. بالظبط. يعني مثلا واحد ماسك قطع الغيار، واحد ماسك الخامات، لا شويه بعد ما تلاقي الامور بقى شاطر يبدله. ابدا ايه بدله. بس الترانزيشن دي لازم تحصل بهدوء، ومش الاثنين مع بعض. يعني ممكن واحد اقول له ابدا خش مع بتاع قطع غيار، ابدا خش مع الرو ماتيريال واسحب منه واحده واحده، يلا بقى ابدا اتعلم منه قطع غيار واسحب منه واحده واحده، وهكذا. طب اللي شغال لوكال، تعالى خش مع زميلك اللي شغال فورين. ده برضو بيسهل لك انك تدير التيم بتاعك او القسم بتاعك بشكل مريح. ان شاء الله لا قدر الله حد تعبان، حد في اجازه جواز، حد ربنا كرمه بفرصه عمل تانية، وده عادي، ودي سنه الحياه، وهيروح مكان تاني، ما اقعش انا بقى. لازم يكون عندي البديل. مش شرط المدير، لا، حتى الليفل الاقل شويه او الاقل كمان لازم يكون في بدايل عندك. خرجت انا شويه بره الموضوع. نرجع للانكوتيرم. فكنا بنتكلم عن التجاره الدوليه بقى. يعني احنا الانكوتيرم احنا قلنا دي جزء اهم جوه جزئيه التجاره. فيها، وازاي كمان نتعلمها. تمام. لكن مش كده وبس. التجاره الدوليه زي ما اتفقنا ان انت ممكن تكون معرض لعمليه نصب او غش تجاري. فرود ايه بقى. الحاجات اللي لازم انت تعملها عشان، مش هقول لك تمنع بنسبه 100%، الموضوع ساعات ممكن يوصل مرحله فعلا خلاص يعني اتنصب علينا، بس في اجراءات كتير ممكن نبدا نعملها. اهم اجراء بنعمله عشان نامن عمليه الشراء هي طرق الدفع. طول ما انا بحاول اعمل الدفع اجل، يعني بالعربي برضو البضاعه تجيلي وبعد كده ادفع، دي امن حاجه. حتى في حياتك العاديه لما العميل المورد يجي لك لحد عندك بالبضاعه، تشتري حاجه اونلاين، يعني لو انت لسه مكان جديد او ويب سايت جديد وقلقان منه، خليك كاش ان ديليفري. بالظبط، اختار كاش اون ديليفري. حضرتك واجيب لي البضاعه وافتحها تمام، ادفع ثمنها. حتى لو هرفضها وهيدفعوك ثمن الدليفري، ارحم بكتير ما اشتري ثمن الحاجه وفي الاخر تطلع مش هي اللي انا عايزها. وياما حصل الكلام ده على فكره. فاول طريقه بنحاول نروح لها، روح لطرق الدفع الاجل. طب السبلاير رفض او المورد رفض، وحقه، خصوصا لو انت شاري جديد وهو لسه ما يعرفكش، هيبقى عنده نفس التوجه او نفس الهواجس ونفس القلق اللي موجود عندك. فهنا بنبدا احنا الاثنين نروح للمنطقه الدافئه، ان انا بدخل وسطاء اللي هو البنك، LC او كاد. بس LC يا ريت نوضح برضه عشان الناس اللي مش عارفه. حلو. ايه LC ده؟ LC ليتر اوف كريدت، اللي هو الفتح الاعتمادات. الكاد اللي هو كاش اجينست دوكيمنت، اللي هو الدفع مقابل المستندات. تمام. دي المنطقه الدافئه. بس المنطقه الدافئه دي في حته بتميل كفتها اكتر للمورد، وحته تانية بتميل اكتر لينا للمشتريات. انا بتكلم بصيغه بقى مشتريات. تمام. LC بيحبوه الموردين اكتر. ليه بقى؟ من الكاد. ليه؟ لان LC الاثنين، خلينا نتفق، الاثنين في بنكين، بنك من دولته وبنك من دوله المورد، الاثنين سواء كاد او LC. لكن في LC دور البنك بيكون اقوى من الكاد، ان هو بيقدر ياخد القرار بالدفع بمجرد التطابق الاوراق والابلكيشن اللي انت فتحته كمشتري. لما بيلاقي تطابق بيدفع الفلوس، فكده المورد بيضمن حق. الكاد شويه موضوع بيبقى ابطا، ان بيستنى الفلوس الورق يجي، البنك يبعت لك، فانت لما توافق يبدا يدفع، فانت بيبقى شويه متحكم. طبعا في تفاصيل اكتر مش عايز اخوض فيها قوي يعني، بس دي من الطرق برضو اللي بنأمن بيها عمليه الشراء. في طريقه كمان انك تدخل ثيرد بارتي تعمل لك فحص على الشركه، طرف ثالث، وتفحص لك الحاجه، وهي كمان بتتشحن. ده في الحاجات بالذات البلك، ممكن تجيب شركه تفحص الحاجه وهي بتتشحن عشان الاوزان. ممكن انت مثلا جايب 5000 طن، انا ايش ضمني طبعا في تولرنس سماحيه زياده ونقصان، بس ايش ضمني ان هيعبي ال 5000؟ تبقى شركات عالميه بتيجي بتستلم الكلام ده وتاكد بالزبط. الجوده بتاعه التعبئه والكلام بالزبط. ده ففي تفاصيل طبعا كتير، انا مش عايز بس الناس تزهق مننا. لا بس عشان الحته دي فعلا كريتيكال جدا، لازم تكون حضرتك وانت شغال في اداره المشتريات بالذات التجاره الدوليه تبقى عندك على الاقل هذه الاساسيات. وبرضه في براكتس اللي هو الكومبلاينس اللي في الشركات، بيبقى فيه كده دوكيومنتس معينه وريكويرمنت معينه. المورد اصلا عشان اسجله عندي في قائمه الموردين بيملى فورمز كده معينه. الفورمز دي
بتكشف بقى هل هو مورد سليم ومظبوط ولا عنده صحيح. شبهة فساد أو شبهة من الشبهات الدولية اللي ممكن تعمل مشاكل لشركتي بعد كده. فده برضو من بالضبط. الشركات يعني الكبيرة بتبقى عندها حتة الكومبلاينس دي أو التطابق يعني، وبتراجع على الموردين بالطريقة دي من قبل حتى ما يتعامل معاه أو حتى يسجله عنده في سجل الموردين بتاعته. صحيح. صحيح. تمام. طيب أنا حابب برضو إن احنا يعني حاسس إن احنا اتكلمنا كتير عن المشتريات، بس محتاجين ندخل أو نلخص موضوع اهداف قسم المشتريات. يعني قسم المشتريات عارفين ان هو مهم وقلنا حاجات كتير قوي عنه واتكلمنا عنه، بس انا عايز كده ايه نلخص اهدافه. هو قسم المشتريات اهدافه الرئيسيه في الشركه بتكون عباره عن ايه؟ جميل جدًا. بُص، لو إحنا هنتكلم على الKPIs أنا ممكن أتكلم معاك في أكتر من 20، 25 حقيقي KPI، اوكي. ومش شرط على فكرة الKPIs كلها تشتغل عليها. ممكن نتكلم عن الاساسيين بالضبط. فأنا هاخد المين. زي ما أنت قُلت كده امم الmain. امم أهم KPI أو أهم مؤشر قياس أداء إن أنا أصلًا باوفّر اللي عايزه الbusiness. هو طالب منّي خامة معيّنة، فلازم أجيب له الخامة دي امم بنفس الجودة المطلوبة في الوقت المطلوب، وطبعًا بالسعر الجيد. فده أهم KPI ورقم 1 الأول لازم أبُص عليه قبل ما أبدأ أتكلّم في التفاصيل التانية. اللي هم بيقولوا عليه 7 رايتس. أيوه، الله ينوّر عليك. في امم حاجة عندنا اسمها 7 rights اللي هي بتتكلّم على quantity الكمية، كميه. الquality الجودة، مم. الprice السعر، السعر. الplace المكان المكان حاجه هتيجي عندي ولا عند المورد. بالضبط. امم الtime الحاجة بتتورّد في الميعاد المطلوب والّا لأ، لإن دي بالذات دي ممكن تضرب كل 7 rights. امم يعني لو أنا مصنع بيشتري خامة حاجات متاخره. ليها علاقة بالoperation إنتاج وجات لي متأخّر، امم استفدت إيه؟ حتى لو كل حاجة عملها لي صح وجيت دي بس وقعت هتضرب لي. هم ال7 rights لازم كلّهم نهتم بيهم. الcondition حالتها عامله ازاي؟ هي جايه لي مفترض تكون مثلا في كونتينر مفتوح open top كونتينر مفتوح من امم فوق. دي مهم. طريقه التغليف ينفع تشتري موبايل مش محطوط في علبته وسيلد مقفول؟ اكيد لا. فنفس الشيء لازم نعمله. امم الدوكيومنتس طبعا دي مهمه بقى فيها الورقيات كل بقى اللي تضمن حقوقنا الضمان وحقوق. الفاتوره إمم، لو ليها كتالوج لو مكنه مثلا. إمم. حاجات كتيره جدا في الحته دي. فدي السيفن رايتس زي ما انت قلت كده الله ينور عليك بالظبط هي دي اللي لازم نهتم بيها. يعني أول حاجة نجيب الحاجة نفسها بالشكل المضبوط، ده جميل. الهدف الأولاني. تمام. إيه تاني بقى؟ التاني طبعا اللي هو لو هنربطه بالسبلاي تشين او سلاسل الامداد هدف سلاسل الامداد اللي هو كوست ريدكشن. انا محتاج اعمل سيفنج. لازم ابدا اوفر في المشتريات بتاعتي كاسعار. والحته دي بالذات فيها شغل او كلام كتير جدا. من ضمن الحاجات المهمه فيها يا عاطف ان هو انا السعر ده اصلا كان منطقي ولا مش منطقي. طب انا اعرف الكلام ده ازاي؟ يعني انا اعرف مثلا جبت قطعه ب 10 جنيه. طب هي ال 10 جنيه دي اصلا كويسه؟ ما يمكن فيه ب 8 جنيه يمكن فيه ب 7 جنيه. فده بيجي بقى دور هنا الناس اللي شغاله في المشتريات في فكره السكاننج للماركت ان هو بيسكان بيمسح السوق بالترجمه العربيه يعني بيمسح إمم. السوق ويشوف مين الموردين اللي موجودين ويبدا ياخد عروض اسعار. خد بالك احنا مش دايما بنشتغل بالار اف كيو اللي هو request for quotation. ريكوست كوتيشن هات عروض اسعار عشان انا بشتغل. لا ممكن اعمل حاجه اسمها ار اف اي ريكوست فور انفورميشن. إمم، لو انا بعمل بادجت عايز اعمل ميزانيه السنه الجايه يعني لسه مش هاشتري فبجيب بادجتري اوفر وعلى فكره المورد بيبقى عارف بقول له انا عايز عروض اسعار عشان بحط الميزانيه عادي. ايه المشكله لما اكون واضح في الحته دي معاه؟ يعني هو بيبقى عارف انه بيقدم لي عروض مش هشتري مش هنفذ انا ببني بس لسه اسعار. فدي بتبدا تديني انديكيشن الاسعار دي اصلا كانت منطقيه ولا لا. ففي ابروتش او في منهجيه بنقول عليها ايه؟ جمع العروض اللي انت جبتها وليكن 10 عروض وهات المتوسط وشوف اللي انت نفذته نسبته كام من المتوسط اقل بقد ايه. فده بنقول عليه الكوست سيفنج. بس في حته مهمه يمكن ظاهره الايام دي لازم ناخد بالنا من فكره الانفليشن في العمله عشان لما تيجي تقيم وتقارن تكون قارنه تضخم قصدك؟ تضخم. إمم، تكون مقارنه زي ما بنقول كده ابل تو ابل تفاح لتفاح. إمم. لان انت بتقارن لما كان مثلا الدولار بيساوي اكس دلوقتي الدولار بقى يساوي واي. الدبل اكس ده مثلا. إمم. فانت لازم تبقى عامل حسابك في الفاكتور ده عشان ما تاخدش مؤشر خطا او تبني مؤشر خطا فتقول الراجل ده ما عملش سيفنج او عمل سيفنج. فلازم برضو دي تاخد بالك فيها. هنا بصراحه عشان اكون امين دور الفاينانس او الاداره الماليه بيكون كبير جدا. حتى في حسابات الارباح والخسائر بيبقى عندهم الفاكتور ده بياخدوه في الاعتبار بشكل كبير جدا. تمام جدًا. طيب أنا حابب برضه إن إحنا نتطرق لموضوع الartificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المشتريات. فإيه ممكن تبقى الapplications أو التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي وتساعد قسم المشتريات إن هو يكون أكثر كفاءة؟ تمام.
لو هنعتبر الاي ار بي عاطف جزء من الارتفيشال انتليجنس، فده جزء مهم جدا، واعتقد احنا يمكن في الحلقات السابقه اتكلمنا عنه كذا مره. وفكره ان هو بيقلل لي الوقت المهدر بشكل كبير جدا، وبنقول عليه بيبر ورك ليس، بيقلل الورقيات بشكل كبير جدا. لكن بقى في شويه حاجات جديده بدات تطلع، زي مثلا حاجه اسمها ريفيرس اوكشن، اللي هو المزايده بالعكس، فتبقى ايه؟ مناقصه. اوكشن يعني مزايده، الريفيرس تبقى مناقصه. ودي بتتعمل كلها على بلاتفورم او على ويب سايت. السبلايرز بيقدموا، والسبلايرز ما بيشوفوش بعض. يعني كل واحد شايف نفسه از رانك، كرقم او حرف ايه مثلا عاطف ايه وشادي بي. فانا شايف ايه اللي انا مش عارف ان هو عاطف اصلا، بقدم سعر برقم ب 10 جنيه، فانا عايز انقص بقى عليه، فهقدم انا ب 9 جنيه. ونفضل نتسابق انا وعاطف وناس تانية كتير، وفي تايم فريم، في عداد بيعد. اول ما بيقفل خلاص، اللي وصل لاقل سعر. طبعا هو اصلا بيتعمل خطوه قبليها طبعا، عشان اكون برضو واضح معاكم ان مش كل الناس هتخش المناقصه دي. انا هسلكت مثلا 10 موردين اللي انا عارف ان هم يقدروا يدوا لي الحاجه اللي انا عايزها، وبرميهم في الملعب، يلا بقى ايه، كل واحد يوريني افضل حاجه عنده. فدي بتتعمل برضو يعتبر فيها جزء من الذكاء الاصطناعي. خلينا نقول برضو الهدف من الذكاء الاصطناعي في وجوده اصلا عموما، او هتكلم مينلي على المشتريات، ان انا هوفر وقت الراجل بتاع المشتريات للشغل الاستراتيجي. يعني كل الشغل البيروقراطي اللي بنقول عليه ممل، هديه للذكاء الاصطناعي. اعمل لي كل الكلام ده، اعمل لي. مقارنات مثلا، تحليل بيانات، تجميع حاجات ممكن يعمل لي معينه. مقارنات على فكره بين الموردين، ادام انا امم. مديله المعايير. امم. وخد بالك المعايير دي مش ثابته، يعني انا اقدر حسب الكيس العب في المعايير. يكون المعيار الاهم دلوقتي بالنسبه لي هي طرق الدفع، ودي وزن ليها، دي حته مهمه قوي. يعني مثلا لو انا بتكلم على طرق الدفع هي الاهم، فعايز استهدف الاجل اكتر. طب في واحد مقدم اجل 30 يوم، واحد مأجل 60 يوم، واحد مأجل 90 يوم. لو انا ما اديتش وزن للمعيار، الذكاء الصناعي هيعمل ايه؟ هيقول لي الثلاثه دول بالنسبه لي تمام، مع ان واحد مقدم 90 يوم اجل، فده يتظلم. لا، فهنا بدي ويت او وزن. والله لو شفت اللي مقدم 30 في ال 30 يوم، اديله 30% وزن. لو شفت ال 60 يوم اديله 40%. لو شفت واحد 90 يوم ده اديله مثلا 60%، وهكذا. يعني انت بتقيمها حسب ما يتراءى ليك. فده بيوفر لي مجهود كتير. وبالتالي لو انا، وده بيحصل على فكره، عندي كميه ريكويستس كتيره، طلبات كتيره المصنع عايزها او الشركه عايزاها. طب ايه اللي يمنع ان انا اخلي فيه سيستم اللي هو الذكاء الاصطناعي بيعمل لي الحاجات الاولانيه دي؟ واي نوت؟ يعني انا مش شايف انها فيها مشكله. طالما الذكاء الصناعي هيفيد مش هيضر، يبقى اهلا وسهلا بيه. لكن لو هيضرني ساعتها ممكن اخاف منه. وانا اعتقد لو احنا نقدر نسيطر عليه او ما زلنا مسيطرين عليه، هنفضل ناخد الجانب الجيد ونحيد الجانب السلبي. اي حاجه ليها على فكره حلو ووحش، فاحنا لازم نبقى اكيد عارفين طبعا. ده من الاول. اكيد. وبرضه من ضمن الحاجات اللي بيقولوها على الاي اي واستخداماته، ان ممكن يساعدنا مثلا في توقع الاسعار في الفترات الجايه من الداتا الكتير اللي بتكون موجوده عنده. فمثلا زي ما احنا عارفين مثلا اسعار الماتيريال زي النحاس مثلا بتزيد وبتقل مم. على حد، فممكن من كتر الداتا اللي موجوده والاحداث العالميه يقدر يبريدكت او يتوقع الاسعار سواء هتزيد او هتقل بشكل قريب جدا من الدقه من الواقع اللي هيحصل. فميزه الاي اي وقوته في استخدام بيانات كتيره، فدي نقطه صحيح. فعلا مهمه. عشان كده محتاجين برضو بنأكد على الرساله اللي بنقولها كل مره، ان احنا محتاجين نتعلم اي اي. استخدام الاي اي. طيب اخر سؤال بنحب نختم بيه البودكاست بتاعنا، وهو علاقه السستينابيلتي او مفهوم الاستدامه بقسم المشتريات. جميل جدا. في مصطلح عندنا متعارف عليه اللي هو البوتوم لاين، او 3 بوتوم لاين، اللي هي البلانيت، البيبل، البروفيت. 3 بيز: الكوكب، الناس، الناس، الربح. الارباح. مم. حلو جدا. فاحنا برضو هنركز اكتر على البلانيت، ومن ضمنها طبعا البيبل. في شركات بدون ذكر اسامي، ودي انا عارف الكلام ده يعني بمعرفه شخصيه، بتمنع دخول الموردين اللي العربيه بتاعتهم بتطلع عادم، مم. الاسود او العادم الابيض. بيمنع دخول، وبياخد تحذير، وممكن تعملوا كمان بلاك ليست على فكره. مم. يعني هم ريستريكتد جدا، ويعني ايه، اجريسيف زي ما بنقول كده في الحته دي. ولو جينا اتكلمنا بامانه في الحته دي، احنا في الفتره دي محتاجين نعمل كده، عشان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، هي ثقافه عايزين ننشئها في الموردين وفي الناس كلها وفي المجتمع كله. فاحنا ممكن نوصل لمرحله ان انا بقول لك، لو حضرتك ما التزمتش بالقوانين اللي علاقه بالاستدامه،
حضرتك مش هتشتغل معايا تاني. ويا سلام بقى لو اكون انا شركه تقيله وكبيره وليا سمعتي، المورد هيخاف جدا. في حاجه من الحاجات برضو الشركات بتعملها، اي مورد بيتعامل بعنصريه مع الموظفين بتوعه قبل ما يتعامل معايا انا شخصيا، ما بيطبقش انظمه السيفتي وتامين الموظفين في اعمالهم، او حتى السائق اللي بيجيب لك البضاعه مش متامن عليه، بيشغل اطفال تحت السن القانوني، كل الحاجات دي بيبدا يبص عليها وبرضه بياخد نفس الاجراء ويعمل له بلاك ليست. فاحنا في المشتريات لينا دور في الحته دي. لما اعرف سبلاير كده، خلينا نتكلم بشكل انساني الاول، واي نوت، ايه المانع وانا قاعد معاه في ميتنج 1 تو 1 حتى انا وهو بس، ما اتكلم معاه في الحته دي، اتكلم مع صاحب الشغل، يعني انا شايف 1 2 3، انا شايف ان عندك اطفال. ده جزء CSR اصلا اللي هو كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، بالظبط، المسؤوليه الاجتماعيه اجتماعي. للشركات. فايه المشكله ان انا اتكلم معاه واحاول زي ما نقول كده نكسر في الاصنام دي اللي مبنيه على العادات والتقاليد القديمه، الموروثات اللي فيها بعض الاخطاء للاسف. لازم نعترف بكده على فكره، لو ما اعترفناش بالمشكله مش هتتحل. صريح شويه صح؟ لا تمام. فمحتاجين نكسر الاصنام دي ونبدا نتحاول بشكل ودي الاول. ما ينفعش ممكن ناسكليت شويه جوه الشركه، ما ينفعش ممكن نبدا ناخد الاجراءات اللي زي قلت لك عليها وامنعه من دخول شركتي، خلاص وانت خسرتني. بس فدي نقطة مهمة جدا فيما يخص الاستدامة المشتريات تعملها، ناهيك بقى عن ان انا ما اشتريش حاجات ليها تاثير سلبي على تأثير البيئه. سلبي على البيئة. بس دي بصراحة مسؤولية مشتركة، مش مشتريات بس، يعني دي مسؤولية مشتركة في البيزنس نفسه. ما هو ممكن يكون هو عايز خامة معينة والخامة دي ليها تأثير سلبي، فما ينفعش اقول المشتريات، لا لازم اقول البيزنس كله يحاول يشوف بدايل صديقة مهم للبيئة. تبقى استراتيجيه للشركه، يعني هو مشترك لوحده مش هينفع يحقق سواء مفهوم الاستدامه sustainability او مفهوم CSR اللي هو corporate social responsibility او مسؤوليه مجتمعيه للشركات مع الموردين، غير لما تبقى الشركه نفسها حاطه ده عندها في اهدافها وفي استراتيجيتها. لان في الاخر زي ما قلنا المشتريات هو بيبقى لحد كبير دراع تنفيذي، فلو الاستراتيجيه من الاول واضحه هيبقى التنفيذ مطابق للنقطه دي. صحيح. اشكرك جدا يا شادي، اعتقد الحلقه ثريه واحنا ما شاء الله طولنا، يعني عدينا ال 45 دقيقه معلش. ولكن دي حاجه حلوه، يا رب ان شاء الله تبقى فيها نفع للناس. بإذن الله. وان شاء الله الناس اللي بتتابعنا استنونا ان شاء الله الحلقه الجايه مع البودكاست بتاعنا سبلاي تشين سيركل. السلام عليكم.